تغلطش غلطتي. انا خالد بلال. ما تغلطش غلطتي وتفتكر ان الوقت لسه بدري وانك ممكن تعوض اللي فات في الشهر اللي قبل الامتحان. ما تغلطش غلطتي وتضيع وقتك في حاجات فاضيه وتفتكر ان تركيزك هيرجع لوحده بعد يوم ولا اتنين راحه. ما تغلطش غلطتي وتسمع كلام الناس اللي بتقول لك ما تشدش على نفسك وانت لسه ما بداتش تشد اصلا. انا ضيعت وقت كنت فاكر ان الحماس هينقذني وان ربنا هيكرمني في الاخر حتى لو ما اجتهدتش. ربنا كريم، بس كمان بيحب الشاطر اللي بيجتهد وبيسعى وبيضغط على نفسه علشان يوصل. انا لما وصلت لايام الامتحان عرفت وقتها ان الندم مش هيغير حاجه وان كل ثانيه ضيعتها ليها تمن وتمن غالي. كنت فاكر ان الثانويه دي مجرد سنه وهتعدي، لكن الحقيقه السنه بتفرق في مستقبلك، في نفسيتك، في نظره الناس ليك، في فرصك، في الطريق اللي هتمشيه بعد كده. ما تغلطش غلطتي وتسيب الكتب مقفوله وتقول هبدا بكره. ما تغلطش غلطتي وتستسهل وتغش وتفتكر ان النجاح الحقيقي بيجي من لف ودوران. النجاح مش بس درجات، النجاح انك تحس انك عملت اللي عليك وانك كنت قدها. انت دلوقتي قدامك فرصة حقيقية تبدأ من النهاردة مش من بكرة. اللحظة دي ممكن تغير كل اللي جاي، ممكن تبقى البداية، ممكن تفضل عايش على وهم كان ممكن أكون. صدقني النجاح مش صعب، بس محتاج قرار انك تكون نسخة احسن من نفسك، قرار انك تتعب شوية دلوقتي علشان ترتاح بعدين، قرار انك تكون بطل قصتك مش ضحيتك. ما تغلطش غلطة. انا يوسف انور. ما تغلطش غلطات. اول خطأ ان ما صاحبتش صحبة صالحة وكنت بقول اصحاب وخلاص. لكن يا عزيزي الصاحب ساحب، وحتى لو مش لاقي صاحب صالح ابعد عن الكل وخليك لوحدك في حالك مع نفسك. واهم حاجة تظبط صلاتك في جماعة واهتم بصلاة الفجر وابدأ يومك بالفجر، هتلاقي يومك حلو جدا وفي متعة. تاني خطأ هو مش خطأ بالنسبة لي علشان ظبطته، لكن على العموم هقول لو انت ازهري بالنسبة للثقافي ما تراكمش اي مادة خالص. بمعنى لو خدت الدرس السبت ما تنامش يوم السبت غير اما تكون مخلصه، علشان ده مبني على الفهم والحل والتطبيق، واللي بعده مبني عليه. ولو انت اجلت مذاكرة الدرس اليوم الاثنين اللي هو قبل الدرس بيوم هتلاقي نفسك ناسي الدرس وبتذاكره بصعوبة جدا وهتتوتر ومش هتنتج احسن انتاجية. انا ادهم محمد. ما تغلطش غلطتي. ما تغلطش غلطتي وتسمع كلام الناس المريضة. الانجليزي صعب، النحو صعب، الرياضة صعبة، عاوز تطلع من الاوائل. دول ناس مريضة هيأثروا عليك نفسيا مع الوقت، ومش هتحس غير لما تلاقي نفسك بتتبنى فكرهم بشكل لا واعي. لانك لما تلاقي الناس كلها حواليك بيقولوا نفس الحاجة فانت بتقتنع او بتضطر تقتنع، لانك اما اقتنعتش تبقى الشاذ الوحيد اللي في وسطهم، فبتلاقي نفسك بشكل لا ارادي بتجريهم. ايه ده الانجليزي صعب؟ عندك حق فعلا الانجليزي صعب. والمشكلة هنا انك لما تقتنع بحاجة زي دي هتبقى السنة اللي هي 12 شهر اللي في ايدك تخلي المستحيل فيها تافه مش كافية لانك تعدي الانجليزي بتاعك. فبتلاقي نفسك ما بتذاكرش كويس حتى لو انت قادر، ولما يجي المستر يعاتبك ضميرك مش هيصحى لانك مقتنع ان المادة صعبة، يعني الاخر مش هتحاول. ما تغلطش غلطتي وتركز على مواد وتسيب المواد التانية، لان ده هيحصل وبكره تقول ادهم قال. لانك هتلاقي مدرس شديد عليك ومهتم بيك وبيعمل امتحانات اول باول، يعني بيشغلك من الاخر يعني، ومدرس تاني مستنيك تشغله. فانت بحكم الضغط اللي عليك هتكنسل كل حاجه وتركز مع اللي شهيد عليك. فسواء انت عندي ده او عندي ده خليك متزن، ولما تحس ان الماده تغرق اوعى تسيبها، لانك لو ما انقذتهاش دلوقتي بكره هتغرق معاك. اخر حاجه مفيش حد يقدر يعيش تحت ضغط متواصل لمده يوم كامل، فما بالك بقى بشهور. ما تغلطش غلطتي وتحاول تخلي حياتك كلها شغل، لان هيجي عليك يوم انا بسميه الانتكاسه، هتحس انك جعان مش طايق تبص في كتاب ومصاب باكتئاب ومش طايق نفسك ولا اللي حواليك. وما تنعزلش عن البشر تماما، لان هيجي عليك ايام هتحس انك فقدت هويتك ومش عارف تتعامل مع البشر. يعني من الاخر امسك العصا من النص، واذا رفعت عن نفسك بشكل صحيح واختلطت بالناس المناسبه اضمن لك تبقى اول بمره. وقبل ما اقفل، مش دايما الحياه بتبقى ورديه، والعيب مش فيك لو ما قدرتش تتفادى كل الاخطاء دي مع بعضها، لان ده طبيعه البشريه. بس هيبقى عيب لو ركنت من اول خط. خليك تنح كل ما تاكل علقه، نفض هدومك واستعد للعلقه اللي بعدها. خليك بقى صاحب صالح واعمل شير لصاحبك علشان تشدوا ايد بعض وتنفعوا بعض. اشترك في القناه لو انت على اليوتيوب، ولو حطيت لايك هينفعني ومش هيضر.